السلام عليكم ورحمة الله. تمكن اللاعب المغربي السابق لنادي الجيش الملكي رضا سليم من تسجيل أولى أهدافه مع نادي الأهلي المصري، وجاء هذا الهدف عن طريق تسديدة رائعة لم يستطع حارس نادي المصري أن يتصدى لها. وتعتبر هذه هي المباراة الثانية التي يلعب فيها اللاعب رضا سليم مع نادي الأهلي، وبهذه المناسبة نتمنى له التوفيق مع النادي الأهلي. وفي خبر آخر، استطاع اللاعب المغربي أشرف حكيمي من تسجيل واحدة من أجمل أهدافه في دوري أبطال أوروبا، وجاء هذا الهدف بعد أن قام بمراوغة مدافع بروسيا دورتموند وركن الكرة على يمين الحارس، وبهذا الهدف يواصل اللاعب أشرف حكيمي التألق مع نادي باريس سان جيرمان. والسلام عليكم.